حبايبنا طلاب تانية ثانوي، بعد ما خلصنا محافظة القاهرة يلا بينا بقى ننقل على الجيزة. حبايبنا بتوع الجيزة يلا بينا. أول سؤال، ما النسبة العددية الكتالية؟ كتالية الكربون والهيدروجين في المركب ده. طالما جالي كتالية يبقى اشتغل بالكتلة. المركب ده فيه كام سي؟ 2 سي. فيه كام اتش؟ 4 اتش. عوض بالكتلة اللي هو مديها لك. السي مديها لك بكام؟ ب 12. 12 في 2 ب 24 إلى اتش 4. الاتش بكام؟ بواحد. 1 في 4 بكام؟ 4. اختصر معايا. تعالوا نختصر ايه مع بعض؟ على 4 فالواحد. على 4 فيها كام؟ 6. يبقى النسبة الكتلية كام إلى كام؟ 6 إلى 1. يبقى أقول له كام؟ 6 إلى 1. عارف لو كان قال لي نسبة عددية وسكت كنت أقول له كام؟ 2 إلى 4 اللي هي 1 إلى 2. اللي هي 1 إلى كام؟ 2. لكن هو قال لي نسبة ايه؟ كتلية. فأول ما تجي لك كتلية اشتغل كتلة يا باشا. كتلية كتلة. احسب كتلة. احسب ايه؟ كتلة. 2. أشعة المغناطيس لها كتلة وشحنة. طبعا كتلة ايه وشحنة. أي الانتقالات الآتية لإلكترون ذرة الهيدروجين تكون مسبب بانطلاق، يعني بينزل أكبر قدر من الطاقة. مين أكبر قدر من الطاقة؟ عايز انطلاق أكبر قدر من الطاقة. هل من 1 ل2؟ والله السهم ده كده، يعني من 1 ل2 ده مش هيحصل انطلاق طاقة، ده يحصل امتصاص طاقة. يبقى وانا طالع بمتص، وانا نازل بيحصل انطلاق او فقد طاقة. يبقى الف غلط. من 4 ل2 ماشي. من 5 ل4 لا، 4 ل2 اكبر. من 2 ل1 ايوه ده اكبر واحدة ايه فيهم. يبقى اكبر طاقة من المستوى الثاني للاول. اكبر ايه طاقة من الثاني ايه الاول، ده اكبر انطلاق فين في الطاقة. 4. ما قيم عددي الكم N والML المحتملة لإلكترون واحد في أحد أوربيتالات مين؟ 5p. أول حاجة أنا عايز N والML. سيبك من اختيارات، تعال نحل مع بعض. N بكام؟ يا عم يا دكتور ده كلام فاضي. N بكام؟ 5. طب ده هو ساكن في البي، يبقى كام؟ L من كام لكام؟ -1 0 موجب 1 بس كده. يبقى 5 هو الأرقام دي. يبقى 5 أيوه. هل موجب 1؟ ماشي، ما هو ينفع موجب 1 أو -1 وصفر موجب 1. يبقى أقول الإجابة الصح رقم كام؟ رقم د. يبقى أقول له 5 و-1 0 موجب 1. أي مما يأتي يتشبع بالعدد الأقل من الإلكترونات. واحدة واحدة بقى. أحد ما تكملش، اتفقنا مع بعض في الحصة. أول ما أقول لك أحد أوربيتالات يعني أوربيتال واحد، وأي أوربيتال واحد بيشيل كام؟ 2. المستوى الرئيسي التاني بيشيل 8. المستوى فرع الدي بيشيل كام؟ 10. المستوى فرع 2 بي بيشيل كام؟ 6. هو عايز أقل الإلكترونات، بقول له إيه؟ أقول له ألف. ما تضحكش عليا بالإف ولا بالدي ولا الدي ولا أي حاجة. طالما قال لي أحد بقول له إيه؟ أقول له ألف. 6. إذا علمت إن الفرق بين الكي والال KLM، الفرق بين الكي والال بالرقم ده، يبقى الفرق بين LM الفرق ده أكيد أقل منه، لأن كلما ابتعدنا الفرق بيقل. يعني لو الحتة دي ب10 و2 من 10 يبقى الحتة دي كام؟ أقل منها. فين الرقم اللي أقل من 10؟ هل ده أقل من 10؟ ده 20 ده أكبر. هل 10 نفس الرقم؟ لا. هل 15؟ لا. يبقى فين أقل من 10؟ د. يبقى أنا عايز رقم أقل منه. أقل منه 7. إذا وجد إلكترونين لهما نفس أعداد الكم الأربعة. طالما ليكوا نفس أعداد الكم الأربعة يبقى أنتوا يا حبايبي أكيد ذرات مختلفة. أكيد ذرات مختلفة. أكيد ذرات مختلفة. ليه؟ مفيش عنصرين في نفس الذرة يتفقان في نفس أعداد الكم الأربعة. فطالما أنتوا ليكوا نفس أعداد الكم الأربعة يبقى أنتوا يا حبايبي كده أكيد ذرات مختلفة. أكيد أنت إلكترون في ذرة وأنت إلكترون في ذرة تانية. ليه؟ مفيش إلكترون في نفس الذرة اللي هو نفس أعداد الكم الأربعة. 8. العنصر الذي يشبه طالما قال شبه هو ايه؟ نفس مجموعته. نفس ايه؟ مجموعته. حل ازاي بقى؟ عدد ذري 5 اتفقنا نفس المجموعه بيكون الفرق بيني وبينك كام؟ 2 8 18 32. اطرح يا باشا. هل ده من ده اطرحهم 5 من 19 يطلع 2 او 8 او 18؟ ما هو نفس المجموعه يعني الفرق 2 او 8 او 18 32 غالبا. هل لما اطرح دول يطلعوا كده؟ لا، ده يطلع 14. غلط. هل اطرح 5 من 15 يطلع كام؟ يطلع 10. برضو غلط. هيطلع 10. غلط. هل لما اطرح 5 من 13 يطلع كام؟ 8. والله نفس المجموعة. نفس المجموعة. او احلى بالطريقة التانية. الخمسة عشان يستقر يعمل ايه؟ تقول يا دكتور الخمسة ده يفقد 3 عشان يبقى هيليوم 2. يبقى
يبقى ال5 يفقد 3 يبقى هيليوم 2. طب 13 يفقد 3 يبقى نيون 10. يبقى الاثنين بيفقدوا ايه؟ 3. يبقى طالما بنفقد نفس الرقم يبقى نفس المجموعه، يقولوا دي. 9 اي مركبات الاتيه تميز بطول الرابطه الايونيه. عايز مين اطول رابطه ايه؟ ايونيه. عايز مين اطول رابطه ايونيه؟ كلهم فيهم نفس الاكسجين وكلهم فيهم ان، بس الفكره في عدد تاكسد ان. الاو بسالب 2 تروح بعكس الاشاره يبقى ان بكام؟ موجب 2. بكام الاو؟ سالب 2 في 2 بسالب 4 تروح بعكس الاشاره يبقى ان بكام؟ موجب 2 موجب 4. تاني بكام الاو؟ سالب 2. سالب 2 في 2 سالب 4 تروح بعكس الاشاره يبقى ان بكام؟ موجب 4. بكام الاو؟ سالب 2 في 3 بسالب 6 تروح بعكس الاشاره يبقى موجب ايه؟ 6. الاتنين ب6 يبقى الواحده بكام؟ موجب 3. بكام الاو؟ سالب 2 في 5 سالب 10 تروح بعكس الاشاره يبقى موجب 10. الاتنين ب10 يبقى الواحده بكام؟ بموجب 5. مين اطول واحده؟ اتفقنا كل ما الموجب بيزيد الحجم بيقل. موجب 2 موجب 4 موجب 3 موجب 5. مين اطول واحده؟ الاقل موجب، لان كل ما افقد اكتر كل ما اقل اكتر. يبقى مين اطول واحده؟ دي. عارف لو كان عايز مين اكثر واحده كنت اقول له ايه؟ دي. 10 اي الاحماض الاكسجينيه هو الاضعف. بعرفها ازاي؟ القوه اطرح عدد الاو ناقص الاتش. او ناقص الاتش كام؟ او 3. كام اتش؟ واحده. 3 ناقص 1 كام؟ 2 قوته 2. 3 ناقص 2 1 قوته 1. 4 ناقص 2 2 قوته 2. 4 ناقص 1 3 قوته ايه؟ 3. اطرح الاو من الاتش بس. مين اضعف واحد؟ اهو عنده واحد بس قوته 1. قوته ايه؟ 1. حمض الكربونيك ده حمض نيتريك كربونيك كبريتيك بيركلوريك. لماذا يختفي اكسيد الالومنيوم؟ الالومنيوم لما تضيفه لهيدروكسيد الصوديوم اقول له الصوديوم ده هو قاعدي يبقى ده هيتفاعل كانه حمض، لان اكسيد الالومنيوم ده يتفاعل كحمض مع فعلا كده يتفاعل معاه كحمض. اللي بعده 12 اي العناصر التاليه له اكبر سالبيه من غير ما احل. مين اعلى سالبيه انت حافظه؟ فلور 9 اعلى سالبيه. مين اعلى سالبيه؟ فلور 9 ده اعلى سالبيه. سالبته بكام؟ ب4. 13 أي المعادلات الآتية تمثل جهد تأين ثاني؟ يعني هفقد موجب 2. كلمة الثاني يعني هفقد رقم كام؟ 2. الثاني يعني هفقد رقم 2. هنا يا دكتور بص بقى كان صفر طلع موجب 1 ده اسمه ايه؟ جهد التأين الأول. هنا كان سالب طلع بسالب 2 ده مش جهد أصلا، ده مش فقد، ده كده اكتسب. تمام؟ يبقى الطاقة دي مش جهد، دي كده ميل. هنا كان موجب 1 طلع كام؟ موجب 2 فقد رقم كام؟ 2. يبقى الطاقة دي اسمها جهد ايه؟ تأين. كان موجب 1 طلع موجب 2. هنا بقى كان موجب طلع صفر يبقى ده هو اكتسب ما فقدش. يبقى جهد بفقد. جهد بفقد. 14 اللافلزات عناصر ايه؟ هل كارو موجبة؟ والله غلط، اللافلز بيحب يكتسب كارو سالب. هل جهدها كبير؟ ايوه صح، صعب افقد منها. هل ميلها صغير؟ لا ده ميلها كبير تحب تكتسب. هل نص قطرها كبير؟ لا ده نص قطرها صغير. يبقى رقم 14 الوحيد الصح رقم كام؟ ب. 15 عنصر اكس اعداد الكم من 4 الكترون الاخير في ذراته كذا. واحده واحده. ان ب4 ال 3 اف. ماشي. سالب 1 يعني ده هو في الاوضه رقم 3 وموجب نص ما فوق ان الاف فيها كام؟ 3. ماشي ما يهمنيش. ما العدد الذري اقرا بقى سؤال كويس. ما العدد الذري للعنصر واي الذي له اقل جهد ويقع في نفس الدوره بتاع الاكس؟ طب واحده واحده كده. هو العنصر ده اللي هو اكس ده، ما ده العنصر اكس اهو. الفور اف ده في الدوره الكام؟ انت واخد معايا بقى الفور اف في الدوره الكام؟ السادسه. الفور اف في الدوره السادسه. الفور اف في الدوره السادسه. الفور اف في الدوره السادسه. طب انا عايز اقل جهد تأين. هو مين اقل جهد تأين؟ الفلزات ولا فلزات؟ الفلزات. طب مين اقل جهد تأين يفقد بسهوله؟ ال1 اي ولا ال2 اي ولا ال3؟ ال1 اي. يبقى انا عايز اقل جهد تأين اول اللي هو ال1 اي في الدوره كام؟ السادسه. في الدوره السادسه. انا بقى حافظ الدوره، حافظ ال1 اي. ال1 اي هيدروجين. انا عايز السادس واحد اللي هو الدوره 6 هيدروجين ليثيوم صوديوم بوتاسيوم روبيديوم سيزيوم. يبقى رقم 6 مين؟ سيزيوم 55. سيزيوم كام؟ 55. 16
بعد اجراء تجربه رذرفورد باستخدام رقيقه الذهب وجسيمات الفا تم استنتاج كل ما عدا. هل عرفنا شحنه النواه؟ ايوه. هل عرفنا حركه الالكترونات حول النواه؟ والله ابدا. ده رذرفورد اصلا فشل في تحديد او في معرفه كيفيه دوران مين الالكترونات. هل عرفنا ان النواه صغير؟ ايوه فعلا. عرفنا الكتل الذريه عناصر؟ ماشي. هو اللي ما عدا عايز غلط. يبقى بعد اجراء تجربه رذرفورد باستخدام رقيقه الذهب تم استنتاج كل ما عدا ج حركه الالكترونات. لا ما عرفناش حركه الالكترونات حول النواه. مين بقى اللي هيفسر حركه الالكترونات؟ هو مين؟ بور. يبقى عرفنا أ شحنة النواة، عرفنا ب صغر حجم النواة، عرفنا د الكتل الذرية للعناصر برضه مش أدق حية. ماشي. عرفنا بعد إجراء تجربة رذرفورد هل عرفنا حركة الإلكترونات حول النواة ولا الكتل الذرية؟ هي حركة الإلكترونات حول النواة احنا ما عرفناش برضه عن طريق رذرفورد، احنا عرفنا حركة الإلكترونات حول النواة عن طريق مين؟ بور. بس حتى الكتل الذرية برضه اللي حل لغز الكتل الذرية عناصر برضه ايه؟ بور مش رذرفورد. فممكن نستبعد ج كده ونقول له ايه؟ ده الأدق. يبقى ممكن لما عرفنا رذرفورد دلوقتي عرفنا شحنة النواة موجبة تمام، تم استنتاج كل ما عدا عايز يبقى غلط، وعرفنا صغر حجم النواة، وعرفنا حركة الإلكترونات حول النواة. يا عم قال لك بتدور حول ايه؟ النواة، وقال لك في مدارات ايه؟ خاصة. لكن الحاجة الوحيدة اللي احنا ما عرفناش الكتل الذرية العناصر، لأن اللي حل لغز العدد الذري والكتل الذرية هو بور وليس رذرفورد. 17 أي من الذرات أو الأيونات الآتية لها أعلى ميل إلكتروني؟ واحدة. ده 17 اكتسب واحد بقى 18. هل بعد ما اكتسب واحد هيبقى عنده ميل؟ لا طبعا، ده خلاص مستقر. ده هو 9 واكتسب واحد بقى عنده 10. هل اللي عنده 10 ده عايز يكتسب؟ لا طبعا. يبقى في إجابتين ده وده، البروم واليود. وأنا نازل الميل الحجم يعمل إيه؟ بيزيد، الميل بيقل، يبقى مين أعلى ميل؟ البروم. مين أعلى ميل؟ البروم. يبقى أنا نازل الحجم بيزيد فالميل عكسه بيعمل إيه؟ بيقل، يبقى مين أعلى ميل؟ البروم. 18 ما العدد الذري للعنصر الذي يقع في الدورة السادسة من الجدول يعتبر من فلزات الأقلاء أرضية؟ يعني فلزات الأقلاء أرضية 2A وفي الدورة كام؟ السادسة. يبقى في الدورة السادسة وال 2A. مين بقى؟ أوزع كلهم. أوزع ده كلهم، الوحيد اللي يطلع في الدورة السادسة هو مين؟ ال 56 البريم. هوزع البريم أقول له زين 54 بعد كده 6s2 6 بالدورة السادسة خلاص. لكن ده في الدورة السابعة، ده في الدورة السابعة، ده في الدورة الستة برضه، بس ده هو 1A. هو عايز ال 2A كل أرضية 2A، يبقى أقول له إيه؟ بريم 56. 19 عنصر M ليه أعداد الكم الأربعة الإلكترون الأخير كذا 5s ما تكملش، يبقى ده عنصر إيه؟ فلز. ليه؟ ما هو 5s والS 1 أو 2 أقول له برضه فلز. والفلز يبقى أكسيده إيه؟ قاعدي. ما نوع المركب الذي يكون هذا العنصر؟ العنصر ده هيكون أكسيد إيه؟ قاعدي. 20 ما عدد تأكسد النيتروجين في المركب ده؟ نترات الأمونيوم. ده جزئين. نترات مين؟ الأمونيوم. نحل مع بعض. إيه رمز نترات الأمونيوم يا عمي؟ NH4NO3. احسب ال N هنا بكام؟ وال N هنا بكام؟ عوض عن ال H. يا H أنت بكام يا H؟ 1 في 4 ب4 تروح بعكس الإشارة، يبقى ال N بكام؟ -4. عوض عن، بس خلي بالك يا دكتور، خلي بالك إن الأمونيوم دي مجموعة بكام؟ أحادية. فالاتش بكام؟ 4 1 في 4 ب4 تروح بعكس الإشارة يبقى -4، وفي كام فوق؟ موجب 1. -4 وموجب 1 يبقى كام؟ -3. بس هو بالشحنة. الأنطرات تكافؤ إيه؟ أحادي. بكام يا أو؟ -2 في 3 بكام؟ -6 تروح بعكس الإشارة تبقى كام؟ موجب 6 وفوق كام؟ -1. موجب 6 و1 يبقى كام؟ موجب 5. يبقى -3 وموجب 5. -3 وموجب كام؟ 5 اللي هي رقم كام؟ رقم د. 21 إذا علمت أن طول الرابطة في جزيء نيتروجين N2 من غير ما أفكر اقسم على 2 على طول، تطلع نق بتاعت ال N الواحدة بكام؟ 7/10. وطول الرابطة في جزيء هيدروجين H2 من غير ما أفكر اقسم على 2، تطلع نق بتاعت ال H الواحدة 3/10. هو عايز إيه بقى؟ طول الرابطة في ال NH. شكرا يا باشا. نص N نص H نص N نص H أهو اقسم نصين. نص N نص بكام؟ 7/10. يا H نص بكام؟ 3/10. أجمع واحد يطلع كام؟ 1 صحيح، 1 انجسترون.
يبقى الإجابة الصح أقول له إيه؟ 1. خلي بالك هو عايز الرابطة الواحدة يبقى 1. لو كان عايز طول الروابط في النشيد كنت أضرب في كام؟ في 3. كان هو الواحدة بكام؟ 1 انجسترو. آخر سؤال معانا في محافظة الجيزة. وضح ما يحدث من أكسدة واختزال. عايز إيه؟ أكسدة واختزال. واحدة واحدة. طبعا الرقم اللي بره ملوش لازمة. ماشي. FeSO4. هتشوف الحديد بكام. احسب كده الحديد بكام. لما تلاقي مجموعة عوض عن المجموعة كلها. يا كبريتات انت بكام؟ -2. تروح بعكس الإشارة يبقى الحديد بكام؟ -2. يبقى الحديد كان داخل بكام؟ -2. تعال نشوف الناحية التانية على الحديد. الحديد هنا بكام الأو؟ -2 في 3 -6. تروح بعكس الإشارة يبقى الاتنين ب6 يبقى الحديد بكام؟ ب3. الحديد كان ب2 طلع ب3. زاد ولا قل؟ الرقم زاد يبقى طالما زاد يبقى أكسدة. وده اسمه عامل ايه؟ مختزل. يبقى أول نص معايا أقول له حديد زاد أكسدة يبقى عامل مختزل. طب الناحية التانية تعال نشوف الإس في الأول بكام؟ FeSO4 SO2 مثلا. تعال نشوف الإس بكام. أنا حافظ إن الحديد بكام؟ لسه معوض عنه. الحديد هنا طلع بكام؟ -2. طب الأو بكام؟ -2 في 4 ب8. تروح بعكس الإشارة. طب في الأول -2 في 4 بكام؟ -8. بالرياضة -2 و-8 تبقى كام؟ -6. تروح بعكس الإشارة. يبقى الإس بكام؟ ب-6. الحديد كان داخل ب6. طب الأو هنا بكام؟ -2 في 4 ب-4. تروح بعكس الإشارة يبقى الإس بكام؟ ب4. الكبريت قل ولا زاد؟ قل يبقى اختزال. يبقى ده عامل ايه؟ مختزل. سرعة عامل مؤكسد. يبقى الكبريت كان داخل ب4 كان داخل ب6 طلع 4 قل يبقى اختزال. يبقى ده اسمه عامل ايه؟ مؤكسد. وضحنا ايه الاكسده والاختزال. يبقى انضف كده المعادله بتاعتي واكتبها له كده بطريقه شيك. اقول له ال FeSO4 طلع Fe2O3. الحديد دوت ب2 طلع ب3 يبقى ده عملت ايه؟ اكسده. النص التاني اقول له ال SO4 طلع SO2. الاس حسبناه موجب 6 طلعت اس موجب 4. الرقم عمل ايه؟ قل. يبقى عملت ايه؟ اختزال. ولازم اي معادله الاقي فيها اكسده واختزال لازم. يا دكتور في حد يسال انت ليه ما حسبتش الاس دي؟ لو حسبت الاس دي هتطلع ب6 فما حصلهاش حاجه. لكن انا لازم الرقم يتغير عشان يبقى اكسده ولا اختزال. ده بالنسبه لامتحان الجيزه. امتحان حلو وتجيل فصحصح كده وركز معانا كده. خلصنا تاني امتحان شامل ان شاء الله. تصبح على خير يا غاليين.